الأمر فيه تفصيل. أبدأ في تلقي أول اتصال معنا. أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير أنت والضيوف اللي معك. الله يبارك فيك يا أخي. تفضل. حاب أشارك بقصيدة. تفضل يا أخي. ارفع الصوت في هذا العين. نعم. يا أسر الحبيب. عنوانها تبت يداك. تفضل. أقول فيها: يا صاحب العمة السوداء لن تسدي، تبت يداك ولف الجيد بالمسد، بضاعة السب والتجريح في امرأة الله برأها آلت إلى الكسد. أرى النباح على في كل زاوية، فاسمع إذا شئت مني زأرة الأسد. يا كلب إيران إفكا قلته سترى، منا عذابا يغطي كامل الجسد. تالله إني إلى الأسماع أرسلها، لن تبرح الأرض إلا طعنة بيدي، أو ضربة بحسام العز أغرسها بين الضلوع بإذن الواحد الأحد. يا خاسر الدين والدنيا برمتها، قد بعت غيث الهدى، قد بعت غيث الهدى الدفاق بالزبد. روحي لعرض رسول الله أرخصها، يفديك مالي رسول الله والولد. تلوذ بالكفر جبنا ثم تعلنها تحت الستارة في حقد وفي حسد. إن كنت لاقيت أذنابا تلوذ بهم في أرض فارس في الحرمين لن تجد، أو كنت تحسب أننا غافلون فلا، جرب تجد أننا للبغي بالرصد. إبليس يسندكم بؤسا له سند، والله يسندنا أنعم بذا السند. هذا الكتاب كتاب الله منهجنا، والمصطفى قدوة للناس في بلدي، والصحب أسوتنا من بعد قائدنا، جيل حمى الدين في عز وفي جلد. أثنى عليهم إله الكون خالقهم، فمن يكذب قول الماجد الصمد. أواه أواه كم ترتجي عيناي رؤيتهم، وكم يسوق إلى ذيك اللقى خلدي. هم أصاب فؤادي عند سبهم، فبت أشكو لربي قسوة الكمد. لا الدمع يطفي لهيبا بات يفتك بي، وليس تخمد آهي حرقة الكبد. حب الصحابة ديني بل ومعتقدي، ويل لمن سبهم أو مس معتقدي. يا أمة السنة الغراء لا تنمي، عن منهج الحق والإسلام فلتزدي. والسلام عليكم. الله أكبر. يا أخ أحمد. أخ أحمد، نعم، أسأل الله عز وجل أن يرفع منزلتك في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. وأقول لك هنيئا دفاعك عن رسول الله وعن عرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان حسان بن ثابت يدافع عن عرضه وعنه صلى الله عليه وسلم قال: والله إنه أشد عليهم وقعا من النبل. وهذا قال عنه ابن القيم: أبشرك، يقول هذا الجهاد جهاد الكلمة. واستجل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في مدح حسان قال: القائمون به قلائل العالم، وهو جهاد الأنبياء والمرسلين. فهنيئا لك هذه المنزلة، والله لو كنت حاضرا لقبلت رأسك. بارك الله فيك أخ أحمد، وأرجو أن تتواصل معي حتى نحصل على هذه القصيدة، وتكون أيضا عندنا بإذن الله تعالى. معي سعيد من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي سعيد، بارك الله فيك. ازيك يا أستاذ أسامة؟ أهلا بك ومرحبا. السلام عليكم فضيلة الشيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. والله حضرتك أنا عندي كلام. ألو؟ تفضل. معلش الصوت بعيد شوية. بالنسبة لموضوع الشيعة، طبعا ده موضوع كبير وقديم، وعندي بعض المختصرات في الموضوع. أولا بالنسبة للقناة صفا والقناة الإسلامية، بدون مجاملة أنتم إن شاء الله تكون به دول. الأمر الثاني، أصحاب كده بعرف تقريبا في سنة 1990 أنا قابلت الناس ديت، دخلوا عن طريق آل البيت ومحبة آل البيت، وطبعا الموضوع كان محدش عارف. نعم. وجذبوا ليهم بعض الشباب، والحمد لله في بعض الشيوخ بدأوا يتركوهم من أهل السنة. بس طبعا الفكرة كانت غريبة ومحدش عارف ايه الأهداف اللي وراها. نعم. فطبعا حصل تأثير على الشباب، ودي كانت مشكلة كبيرة، والحمد لله يعني فهم الموضوع وانتهى من وقته. الحمد لله رب العالمين. دي نقطة.
حضرتك بالنسبة لموضوع التشيع، أنا بستغرب يعني على حسب ما بسمع وقريت من زمان من التسعينات إن ده دين خرافات وحاجات لا تتوافق مع العصر. فإزاي السؤال اللي أنا أسأله لفضيلة الشيخ، إزاي يتم تأثير تجنيد الشباب العربي المسلم بهذه عن طريق هذه الخرافات؟ يعني إزاي يقدروا يأثروا عليهم بشكل يعني صعب الإقناع؟ دي واحدة. الثانية، هل حضرتك الثورات عندنا كبيرة بحيث ان هم بيقدروا يوصلوا للشباب عن طريقها؟ طيب الثالثة، المجموعة دي كيف ده وراء ده وده ونظام يدعمه؟ أين النظم العربية التي تدعم النظام السني أو النظام الإسلامي الصحيح؟ تمام. وصلت أسئلتك أخ سعيد. معي عبد الهادي من الإمارات، وأعتذر لأخي أحمد من الإمارات الذي انقطع اتصاله. عبد الهادي، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك أخي أسامة. حياك الله. وأحيي ضيفك الكريم. بارك الله في جهودكم. وفيك بارك. وأسأل الله تعالى يجعل ذلك في ميزان حسناتكم وأعمالكم. اللهم آمين وإياك. وبالمناسبة فإني من العراق. نعم. ومن أصل شيعي. نعم. وقد هداني الله سبحانه وتعالى ما شاء الله قبل أكثر من 20 عاما. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. نعم. ما شاء الله. فحفظت القرآن وتعلمت التوحيد، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ما شاء الله. وبالمناسبة هذه مشاركة الثانية في قناة الوصال، في قناة صفا المباركة. نعم. لأشارك فيها بالذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها. وأسأل الله تعالى أن يجعل في هذه المشاركة وأن يحرم وجهي ووجوهكم عن النار في ذلك اليوم الذي تبيض وجوه وتسود وجوه. وأسأل الله تعالى أن ينتقم من كل من نال من عرض الصديقة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أخ محمد، وأن يأخذه أخ عبد الهادي، الله يبارك فيك. أخ عبد الهادي، نعم. يعني بارك الله فيك. أنا أود أن يعني أنتهز هذه الفرصة أنك معنا، وربما تكون رسالة منك إلى الشيعة حتى يصلوا إلى ما وصلت أنت إليه من الحقيقة والهداية بإذن الله تعالى. أخي الله يبارك فيك، خلي أتم فكرتي. تفضل. وإن شاء الله أنا في صدد هذا الموضوع إن شاء الله. أقول أسأل الله تعالى أن ينال أن كل من نال من النبي عرض النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. ولا غرابة من هذا الدعي أن يجدد ما قاله المنافقون في العصر الأول، وهو حينما قال إنما صرح بكفره صراحة على الملأ، وكما قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهي أم المؤمنين، ومن طعنها في عرضها فإنما يخرج نفسه من المؤمنين ويخرج من نفسه من دائرة الإسلام. نعم. ونحن حينما ندافع وندب عن أمنا فوالله إنما نرفع من قدرنا، لأنها هي يكفيها أن برأها الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات، وأنزل في حقها آيات تتلى إلى يوم القيامة يتعبد الناس في هذه الآيات. نعم. فهذا شرف يكفي بهذا شرفا لها رضي الله عنها وأرضاها. أمر آخر أريد أن أذكره، وهو ما تداخلت فيه معي أنت. نعم. وهو اقتراح لقناة صفا. نعم. أنا أرى أن لو تقيمون برنامجا أسبوعيا للمفترين من الشيعة وترتقون بهم ليكون ذلك أشد وقعا في نفوس العوام. نعم. بل وأعظم من 1000 خطبة وكلمة، مع احترامي نعم. للشيخ الضيف الكريم. الله يبارك. لأن هؤلاء والله مساكين، والله نعم. إن نظرنا لهم بعين القدر أشفقنا عليهم. نعم. وإن نظرنا لهم بعين الشر نبذنا عملهم، فهم مقفل عليهم من قبل سادتهم ومعمرين وزنادقتهم. فأقول يا عوام الشيعة، الله الله بأنفسكم، لا تنظروا إلى ذلك المعمم ولا تغتروا بلحيته وعمامته، بل عليك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة الصحيحة، عليك بالدليل الصحيح، عليك بالحق. وكما قال علي رضي الله عنه وأرضاه الذين تزعمون حبه، يقول رضي الله عنه وأرضاه لا يعرف الحق بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق. فيا أخوتي لا تنظروا إلى منصبه وجاهه بين الناس ولا حتى إلى هيئته، وإنما عليك بالدليل والحجة، ماذا يقول وبماذا يتكلم. فيا شيعة في العراق وغيرهم عليكم بالكتاب والسنة، فالكتاب والله إن تدبرتموه فهمتم بما يحويه، بل أن حتى الأعداء استفهم. فنسأل الله تعالى
أن يهدينا والشيعة وإياكم إلى سواء السبيل وأن يبصرنا بالحق إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم أخي الفاضل. أبو محمد من سوريا، السلام عليكم. من السعودية. من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا أستاذنا؟ الله يبارك فيكم، ربنا يعزك. طيبين إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. أبى أسأل الشيخ سؤال. تفضل يا شيخنا الفاضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تكرمت يا أخوي أبغاكم يعني تتواجدون في جميع القنوات الدينية السنية، يعني ما بس تركزون على الصفا وعلى الأطفال وعلى كذا، يعني تواجدون في جميع القنوات السنية الدينية. عرفت، مثل الخليجية ومثل القنوات الثانية مثل المجد ظهرنا فيها كلها يا أخي. يعني جميع القنوات هذا، وتشرحون مثل ما تشرحون الآن. الله يبارك فيك يا أبا محمد. يعني الموقف. بارك الله فيكم أخي الفاضل. يعني كل القنوات تقوم على أمر واحد، ربما تختلف المناهج، ربما تختلف الأهداف الفرعية، ولكن يبقى الهدف الرئيسي واحدا، أننا جميع كل القنوات، ومنها قناة صفا وغيرها من القنوات، هي قنوات تدعو إلى كلمة التوحيد حتى وإن تعددت. يعني هذه قناة تتحدث عن السنة وتعلم الناس السنة، هذه قناة تعلم الناس قواعد أو شعب الإيمان، هذه قناة تتحدث عن الفرق الضالة وتبين حقيقتهم، لكن في النهاية هدفنا واحد هو التوحيد، هدفنا واحد أن نبين للناس صحيح الدين وإن اختلفت أهدافنا الفرعية. بارك الله فيكم. شيخ، ربما علقتم على بعض هذه الاتصالات ونتوقف عن استقبال الاتصالات. لا أستطيع أن أتوقف عن استقبال هذا الاتصال على الإطلاق. شيخ الحبيب فضيلة الشيخ عدنان العرعور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. طيب، ربما حاولنا الاتصال مرة ثانية بالشيخ عدنان العرعور، لكن شيخي هناك يعني ذكرها الأول، قال كيف تقولون أن خرافات ومع ذلك يعني يقبلون عليها ويتمسكون بها. أقول لأخي الذي جاء عنده هذا الإشكال، نعم، الأخ سعيد الظاهر، نعم، وأيضا سأل عن الشباب والتأثير، لكن نعم، أولا هناك وسائل مؤثرة، وهي أولا يأتون من ناحية الدين أن حب آل بيت رسول الله، نعم، وهذه الناس يحبون الرسول وآل بيته، فقد يدخلون من هذا المدخل فيضحكون على العوام. نعم. الأمر الثاني، الناس فيهم جهل لا يعرفون. الأمر الثالث، يستخدمون أسلوب العاطفة والبكاء واللطميات، والمحللون النفسيين ماذا يقولون؟ إذا زادت العاطفة قل العقل، فهو مع البكاء وهذا لا ينظر إلى الخرافات، نعم، فيأتون إلى البكاء على الحسين والبكاء على فاطمة، ثم يدخلون كل خرافاتهم. نعم. ولهذا الناس العوام ليسوا محققين يعرفون كل صغيرة وكبيرة، ولهذا هم يستخدمون هذه اللطميات والبكاء والموالات فيضحكون على العوام، فلا يميزون بين الحق والباطل. نعم. عاد إلينا شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ عدنان العرعور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. شفاكم الله وعافاكم، ولكم تحيات كل محبيكم الذين يشاهدون شاشة صفا، وأيضا تحيات العاملين في القناة، وتحيات شيخ الحبيب الشيخ ناصر الحنيني، لك تحياته، وعمر أيضا من الكنترول. السلام عليكم شيخنا. أعتقد أن أكثر المسرورين هو عمر. نعم. لأنه ارتاح كثيرا هو وكثير من المصورين، لأن كأنه يقال أن الشيخ عدنان يتعب أحبابه ويتعب أصحابه. الله يبارك. أصحابه وأعداءه. نعم. قبل أيها الأستاذ الفاضل، قبل أن أحييك وقبل أن أحيي الدكتور الفاضل ضيفك الكريم، قبل أن أحيي قناة صفا التي قامت بهذا الجهد المبارك الذي ألهب شعور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها،